صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني أوي أوي أوي. النهاردة بقى معايا فيديو جديد قمر كده. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسيش لو انت لسه أول مرة بتتابع القناة بتاعتي ياريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الإشعارات الجديدة كل ما انزل فيديو جديد. وعايزة بقى كل المتابعين الأمارات بتوعي يقولوا لي انت بتتابعوني من انهي بلد علشان انزل ارحب بيكم في الكومنتات واحط لكم القلب الأحمر. فربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا أغلى وأحلى متابعين في الكون كله. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كتير أو في الكومنتات علشان يومنا يبقى جميل كده، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. فالنهاردة بقى بتعملي ايه يا ميرو؟ هنعمل النهاردة، انا بصراحه كنت شايله الستاير غسلاها، فانا بصراحه ما كنتش صورتها معاكم. فهنركبها كده مع بعض وهنفرش الشقه علشان ايه يبقى الدنيا كده فله. خلاص بقى هنحط اللمسات الاخيره ونفرش الدنيا علشان خاطر يعني كده خلاص كده كتير يا جماعه. انا كنت شايلها بقالي كام يوم علشان بنفضها وكده، كان في حد بيساعدني، انا يا دوبك ايه هفرش على طول، هلمع بس كده الخشب وهفرش على طول، فالدنيا كلها نظيفة وزي الفل. انا بس هعمل ايه، هركب الستاير هحط السجاد، هفرش السجاد، هحط المفارش، الحاجات اللي هي طبق الفاكهة، يعني الحاجات دي شايلت الكحك، هحط بقى الحاجات دي كلها لان كنت شايلاها غسلاها. فهحاول ان انا اظبط كل حاجة كده معاكم اللمسات الاخيرة زي ما بيقولوا. طبعا اهم حاجة اشيل التراب الاول. وانتوا عارفين ان انا بصراحة يعني مش كل فيديو اقول لكم ان انا بجد ايه، اليومين دول كنت تعبانه جدا ومرهقه، فحبيت ان انا اجيب حد يساعد معايا في حتى تنظيف الشبابيك والتراب وكده، وبعد كده انا افرش الموضوع ايه يبقى سهل عليا. فكنت حاطه الستاير وكمان حطيت الستاير كمان في الغساله، يعني ما غسلتهاش ولا تعبت فيها، فحطيت الستاير في الغساله. ان شاء الله باذن الله لما الامور تتحسن كده هنعمل روتينات قويه قوي قوي مع بعض زي ما كنا بنعمل كده. فهنا بقى ايه طلعت على السلم، عايزه اقول لكم ان انا كنت هتقلب قلبه يا ولاد فالحمد لله ربنا سترها، ربنا بيسترها والله. فهنا بقى قلت اما اركب ايه الستاره اللي هي التلبسه اللي تحت الاول وبعد كده التلبسه اللي هي التقيله اللي فوق. فهنا بقى ايه انا كنت جايبه ديت الستاير اللي انا كنت عامله لها اعاده تدوير، لان دي الستاير بتاعتي بصراحه جميله جدا واللي هي مش مهلوكه قوي، لا جميله والله، مع ان انا متجوزه بقالي كتير يعني بقالي 13 سنه وما شاء الله الحاجه جميله جدا وكمان خامتها حلوه. فبصراحه استخسرت ان انا اعمل ستاير جديده وكده، فلقيت دي حلوه وجميله، فشلتها بقى من على البلتكنات وقمت عامله لها ايه المواسير. فلو انت عندك بلتكانه وعايزه تعملي لها اعاده تدوير فاعملي لها زي ما انا عملت كده. بصراحة حسيت ان الفرق جميل جدا، وحسيت ان انا فعلا عاملة ستاير جديدة، لان يعني خلاص طالما حاجتك جميلة ونضيفة ويعني والحاجة بتاعتها مش متبهدلة قوي ولا فيها حاجة متقطعة، فعادي لو احنا عملنا لها اعادة تدوير زي ما انا عملت كده. عملت بقى يعني الشكل الجديد زي ما الناس بتعمل الستاير، وعملتها زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة طلع شكلها جميل قوي قوي قوي. وانا كنت مصوره لكم فيديو، وفي اول ما انا جيت في الشقه دي كنت مصوره لكم فيديو باللي انا ايه غيرت الستاير وحولت البلتكنات لستاير جميله مودرن زي ما انتوا شايفين كده. فعايزه برضو ارائكم في الكومنتات وفي شكل الستاره وجمالها وكده. فلو انت عندك بلتكانه ممكن تعمليها اللي هي البرائع يعني الخشب وكده. فخلاص بقى الحاجات دي حاسه ان خلاص ما عادش حد بيعملها، كله بقى دلوقتي بيعمل على المواسير وكده. فبصراحه شايفه ان دي حلوه واسهل. عايزه اقول لكم ان كمان البلتكانه انا ما كنتش بعرف اشيلها ولا اغسلها، كنت بقعد ارمي على البلتكانات الخشب دي ميه ببرسيل وكده علشان تنضف عشان التراب، لان انا ما كنتش بعرف انزلها. فشايفين كده سهل ان انا انزلها واغسلها واركبها، فشكلها بصراحة جميل جدا وبقت ستارة جميلة هي زي ما انتم شايفين.
فتعالوا بقى ايه نفرش كده. خلصت الستاير، هركب بقى انا بقية الستاير مع نفسي، ونرجع بقى ايه نفرش السجاد مع بعض. طبعا السجاد كنت موديه كله المغسله علشان الحمام بتاعي صغير، فما كانش هينفع ان انا اغسل فيه اصلا سجاد. فزي ما انتم شايفين كده جه بقى من المغسله، ف هفرده وخلاص يا ولاد. بقى بص عايزه اقول لكم اللحظه دي بتبقى جميله جميله قوي بصراحه. بعد ما تخلصي مسح وتخلصي بص كل حاجه، تفرشي سجادك بفرشك خلاص كده، فالموضوع بيبقى جميل قوي. دي لحظه السعاده، دي لحظة السعادة. وهنا سأسكت قليلا لهذا الجمال. بصراحة المغسلة دي كانت مخليها للسجاد زي الفل يا ولاد، بجد والله. فتسلم ايديهم، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. انا بحب يا جماعة احط الفوانيس بتاعتي، عشان ما تقولوش انتوا بتحطوا الفوانيس ليه، احنا مش في رمضان. لا انا بحب احط الفوانيس قدامي على طول، يعني احبها كده كديكور يعني. فهتلاقيني حطهم على طول الاسود والبينك، فحطهم على طول. بصوا شايفين تيه كانت مدوخاني يا جماعه. تيه كانت سخنه وسقعانه، فكنت ملبساها بكم. كانت سخنه جدا فكنت مديها بقى علاج وكده، فقلت علشان ايه ان هي تعرق وكده، فكنت ملبساها بكم شويه يعني. كانت سقعانه جدا، وكل شويه غطيني غطيني، قلت لها طب تعالى البسك بكم على ما اخلص. ولان انا ما كنتش فاضيه ان انا اقعد يعني اغطيها وكده، فلبستها بكم كده. هنا بقى كنت بفرش الكفرات عايزه اقول لكم ان هي نطفت، كانت بصراحه فيها كام بقعه كده، الحمد لله طلعوا وبقوا زي الفل وتمام يعني. اكيد انتوا شايفين الجمال بعينيكم، فما شاء الله كل حاجه جميله وزي الفل. ايه رايكم بقى، ايه رايكم في الجمال يا ولاد؟ فعايزاكم بقى كده كلكم كده تقوموا تتنشطوا وتتشجعوا ان انتوا ايه تظبطوا كده شققكم وتخلوها كده زي الفل. وهنا السفرة برضو الولاد لمعوها لي على ما كنت خلصت كام حاجة كده. بصراحة هم اللي لمعوها وخلوها بتلمع ما شاء الله. ربنا يا رب يخليهم ويحميهم يا رب ويبارك فيهم. فزي ما انتوا شايفين كده خلوها لي بتلمع. شايفين بصراحة الجمال واللمعان. يا دوبك ان انا افرش بس المفرش، وهحط بس شيالة الكحك وطبق الفاكهة، وبعد كده بقى نولع البخور ونبخر بقى كده الدنيا، وتبقى الدنيا جميلة وخلصت وبقت زي الفل. وتعالوا كده نشوف بعد ما خلصنا كل الجمال ده، ناخد كده جولة ونشوف الشكل النهائي عامل ازاي. كده خلصت السفرة بقت تمام، وقولولوا برضو الشكل النهائي عجبكم ولا لا. وكده بقى بعد ما خلصت كل حاجة، عايزة اقول لكم ان فرع النور ده بحب ان انا انوره كده يبقى شكله حلو، وفيه كمان المناسبات وكده. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم الأيام بالخير، ويا رب يكتب عمرة وحج لكل مشتاق يا رب. ويا رب يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، وينجح عيالنا ويهديهم يا رب، يهدي الكل من كان الأولاد يا رب. فتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي، رأيكم في الشكل النهائي. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كلام حلو كده، تشيروا الفيديو. عايزه القناه كده تكبر بيكوا، لانكم انتوا بجد يعني انا هكبر بيكوا انتوا. لازم ان انتوا تشيروا الفيديوهات علشان الفيديوهات دي تتشاف. حطوا اللايك بتاعكم، فعلوا الجرس على الكل علشان الاشعارات توصلكوا كل ما انزل فيديوهات الجديده. فحاولوا ان انتوا ايدكم معايا كده علشان خاطر نطلع كده سوا ونتشاف. فربنا كده يخليكوا ليا ويدومكم نعمة في حياتي ان شاء الله. باذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير قوي قوي الفترة اللي جاية. وشوفوا انتوا حابين اعمل لكم وصفات، اعمل لكم روتينات. شوفوا الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها ان انا اعملها معاكم، وقولوا لي عليها في الكومنتات. فان شاء الله باذن الله يعني احنا مع بعض ونعمل كل حاجة مع بعض كده الشكل النهائي. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامة، باي.